تحية طيبة لكم متابعينا الكرام أينما كنتم، ومرحبا بكم في هذا التقرير المفصل حول حالة الطقس في المملكة المغربية خلال الأيام القادمة. نسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة على الجميع. في البداية ندعوكم لدعمنا عبر الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس على خيار الكل ليصلكم كل جديد حول التغيرات الجوية والتوقعات القادمة. حالة الطقس خلال الليلة القادمة تشير آخر التوقعات إلى استمرار الرياح القوية في المناطق الجنوبية الشرقية، كما ستشهد الأقاليم الجنوبية هبوب رياح نشطة مع اضطرابات بحرية ملحوظة. أما بخصوص احتمالات الأمطار، فمن المتوقع أن تشهد الجهة الشرقية بعض التساقطات المطرية الخفيفة والمحلية خلال هذه الليلة، مع أجواء غير مستقرة في بعض المناطق. طقس يوم السبت: خلال نهار السبت من المتوقع أن تكون الأجواء غائمة نسبيا في المناطق الشمالية والشمال الشرقي، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة على بعض المدن مثل أصيلة، العرائش، منى، شفشاون، وزان والتازي، وذلك خلال ساعات الصباح الأولى. أما في الجهة الشرقية فقد تعرف بعض التساقطات المحلية مع استمرار الرياح القوية في بعض المناطق. طقس يوم الأحد: بداية اضطرابات جوية قوية. يبدو أن يوم الأحد سيحمل معه أجواء غير مستقرة بشكل أكبر، إذ يتوقع أن تشهد عدة مناطق في المملكة أمطارا غزيرة وعواصف رعدية. المناطق التي ستكون معنية بهذه التقلبات الجوية تشمل شمال المملكة: طنجة، الشرفات، أصيلة، العرائش، القصر الكبير، وزان، ميمونة، مشرع القصير، دار القداري، سيدي سليمان، القنيطرة، الرباط، عين عودة، الصخيرات المحمدية، الدار البيضاء الجديدة، البئر الجديد. الجهة الشرقية: الناظور، بركان، السعيدية، وجدة، والدريوش، حيث يتوقع استمرار التساقطات المطرية بغزارة خاصة في فترات ما بعد الزوال. توقعات منتصف الأسبوع: استمرار الاضطرابات الجوية. من المتوقع أن تتواصل الأجواء غير المستقرة يوم الاثنين والثلاثاء، حيث سيشهد العديد من المناطق في المملكة أمطارا معتبرة، خصوصا مع دخول منخفض جوي جديد محمل بتساقطات مطرية كثيفة ورياح قوية. أبرز المناطق التي ستتأثر بهذا المنخفض هي مدن الشمال: طنجة، تطوان، أصيلة، العرائش، القصر الكبير، وزان، شفشاون. الوسط والشرق: الرباط، القنيطرة، مكناس، فاس، تازة، تاونات، وجدة، بركان، الناظور، السعيدية. المناطق الجبلية: المرتفعات الأطلسية، حيث يتوقع تساقط ثلوج معتبرة خاصة على إفران، خنيفرة، والماس، وزاوية الشيخ، مريرت، وأزيلال. شحاش كميات الأمطار والتوقعات بعيدة المدى. وفقا للبيانات المتاحة، يتوقع أن تشهد مناطق وجدة وبركان والناظور تساقطات مطرية معتبرة قد تصل إلى 40 ملم خلال الأيام العشرة القادمة، كما قد تصل التراكمات في المناطق الشمالية مثل طنجة وتطوان إلى 14 ملم، بينما من المتوقع أن تسجل فاس ومكناس أزيد من 30 ملم من الأمطار. أما على المرتفعات فقد تتراوح سماكة الثلوج بين 20 و 30 سما، خصوصا في إفران، مريرت، زاوية الشيخ، والقباب. كما يتوقع استمرار هذه الاضطرابات الجوية خلال الأيام القادمة، مع إمكانية تجدد الأمطار الغزيرة والثلوج على المرتفعات. خاتمة: هذا كل ما لدينا حتى الآن بخصوص توقعات الطقس للأيام المقبلة، وندعو الله أن تكون هذه الأمطار فاتحة خير وبركة على الجميع. لا تنسوا دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في نشرتنا القادمة.